السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي راكم حبيباتي؟ إن شاء الله يا ربي تكونوا بألف صحة وعافية. اليوم جبت لكم واحد الوصفة، يعني صراحة شابة بالبزاف وبنينة. هاد الوصفة هي الحريرة، طبق جزائري تقليدي. هنايا ما راحش نقول لكم هاد الوصفة هي لوريجينال تاع وهران ولا تاع تلمسان. هاد الوصفة راح نصنفها من وصفات محمد، يعني عندي اللمسة التوعي فيها، وعندي هكا خلاصة التجارب حطيتهم في هاد الوصفة. تبعوني برك في المقادير وفي الطريقة باش تنجحوا فيها وتجيكم شابة. هنايا راح نحتاج زوج حبات تاع البصل يكونوا كبار، نحتاجو زوج حبات تاع الجزر، ربع حبات تاع الطماطم يكونوا متوسطين ومقشرين، نحتاجو ربطة تاع القزبر تكون مزرعة. الناس الشرق على بالي ما يحبوش هذا النوع تاع القزبر، بصح صدقوني هذا سر من اسرار الحريرة. نحتاجو شوية تاع السمن والزيت. وهنايا التوابل عندي كروية مع القزبر مطحون، عندي سكنجبير، عندي فلفل احمر الحار شوية، عندي حبة الحلاوة مطحونة، فلفل أسود، عود تاع القرفة، شوية تاع الملح، عندي مغرفة كبيرة تاع الكركم، مغرفة كبيرة تاع الفلفل الأحمر الحلو، وزرعة البسباس. وهنايا راح نستعين بان كوب تاع جامبو، يعني صراحة راح يمد له ذوق بنين بزاف. لا بلوبار تاع الطيابة في العراس يستعملوه، يعني لا تحبي الحياة تاع تكون عندها الذوق تاع العراس استعملي ان سول كوب تاع الجامبو. اذا ما تحبيش تستعملي الجامبو يعني نحترم الرأي تاعك، انا بروحي ما نستعملهاش بزاف. تنجمي تبدليه بالتوابل تاع الدجاج، يعني هذا الشيء يرجع لك ليك يا مدام ما نسيفش عليك. هنا تجيبي طنجرة ولا لا كوكوت، تحطي فيها ملعقة كبيرة تاع السمن وخمس ملاعق كبار تاع الزيت. على بالي بلي هنايا راح تقولي ام محمد كترتي بزاف الزيت. لا لا حبيبتي، انا يا هنايا الحريره راح نديرها بدون لحوم، يعني ما نزيد لها لحام، ما نزيد لها دجاج. هاد الحريره اقتصاديه 100%، وصدقوني راح تجيب لينا بالبزاف. نروح نجيب هذيك الخضره تاعي ونقسمها عشوائيا. برك لا كاروت نحاول كيفاش نديرها حجم صغير باش تطيب لي بالخف. وهنايا الطماطم تاعي بيان سور كيما قلت لكم راني قشرتها، ونحاول كيفاش نقسمها على اثنين ونحطها في الطنجرة. اذا كان عندك كمية اكثر تاع الطماطم راح تجيك بنينة، يعني هاد لا كونتيتي تقدري تستعملي 5 حبات تاع الطماطم يجوك بنان. هنايا نحاول كيفاش نقلي الخضر تاوعي في هذاك السمن والزيت. على بالي بلي كاين بعض الناس تقولك لا لا الحيرة ما تقليهاش، ديري بارد في بارد. جربيها بهذه الطريقة وراح تغيري الرأي تاعك، كل ما تقليها كل ما تجيك بنينة. وهنايا راح نضيف لها التوابل، نخلطهم مليح. ولا نحط كامل التوابل ما ننسى حتى حاجة، نخلطهم بهذه الطريقة. ونضيف لهم كمية تاع الماء، حوالي نصف كاس الماء يكون مغلي بيان سور. ونضيف لهم هذاك القزبر ونبلع عليهم نخليهم يتقلوا حوالي 5 دقائق 10 دقائق الى ربع ساعة، حتى تبان لي هذيك الخضرة ولا القزبر يطلق البنة تاعه. فوالا شوفوا هنايا الخضرة كيفاش تبالت. هنا الماء كيما راكم تلاحظوا ما نشف ليش، نقصت له النار. فوالا وهنايا نروح نجيب الماء مغلي باش نمرق الحريرة. كما فهمتكم التمرق على حساب الطريقة تاع الطبخ. اذا تطبخي في لاكوكوت الماء ما تكتريش بزاف، واذا طيبي كيما انايا في الطنجرة ولا القدرة ديري كمية معتبرة تاع الماء مغلي، ما تنساش باللي راح ينقص لك. نحرك كاع المكونات ونغلق على القدرة تاعي ونخليها حوالي نصف ساعة طيب. ونروح نوجد لافارين تاعي. لافارين واش راح نحتاج؟ هنايا راح نستعين بكمية من الماء الدافئ،
ماشي سخون ماشي بارد، نستحق الماء الدافئ. وراح نستعمل كمية من التوابل راح نذكرهم معاكم. عندي هنايا فلفل الأحمر، فلفل أسود، كركم، كزبر مع الكروية. عندي هذا لو كوب تاع الجامبو، توابل تاع الحريرة وشوية تاع اسكنجبير. راح نستعين بقطرات من الخل، الخل يكون ابيض ولا خل تاع الليمون من المستحسن. عندي كمية تاع الفارينة وكيس ملعقة تاع خميرة الحلويات. على بالي بلي هنا راح تستغربوا، ناس زمان كانوا يوجدوا هاد الخميرة تاع الفارينة الافونس، يعني توجدها يومين ولا نهار قبل، تكون عارفة واش راح تطيب. وحنا مرات تبحر لنا حتى نوضو الصباح باش تبالنا واش حنطيبو. يعني هاد الطريقة راح تساعدك باش تخدمي الفرينة تاعك في اسرع وقت. نبقى نضيف لافارين في الماء دافئ. هنا ضفت حوالي 8 ملاعق تاع لافارين. على بالي بلي كاين اللي راح تستعمل كمية قليلة تاع الماء ولا كمية كبيرة على حساب الحليلة اللي عندك. دونك هنا نعطيك اون استوس، القوام تاعها يكون يشبه القوام تاع لي كريب. اللي موالف يدير لي كريب يديرهم كيما لي كريب، يعني ما خفاف ما تقال. هنايا نضيف حوالي 3 قطرات تاع الخل. الخل كيما قلت لكم استعينوا بالخل الابيض ولا الخل تاع القارص. ما ديروش هذاك الخل تاع زيتون والخل تاع السلطه، لا لا، استعملوا يا الابيض هذاك اللي جاي سامبل ولا تاع الليمون. وهنايا راح نضيف ملعقه صغيره معمره تاع الخماره تاع الحلويات. نجيب هذاك لو كوب تاع الجامبو نفتاه مليح ونضيف كامل التوابل في الفارينه. ونحاول كيفاش نحرك الخليط تاعي. انا هنايا راح نطحن كل شيء في الروبو. الا ما راحش تطحني في الروبو يعني حاولي كيفاش تخلطي مليح الخليط وتفوتيه في الصفايه باش تيفيتي هذوك لي غروم. ونحط القزبر تاعي وكما فهمتكم اللي ما عندهاش الروبو تفوت الخليط تاعها في الصفايه، والقزبر تقطعه رقيق. الحريرة راهي طابت لي، صفيت لها الخضرة، قصت هذاك العود تاع القرفة وعصرت مليح مليح هذيك الردة تاع القزبر. طحنت كامل الخضرة ورديتها في القدرة. فوالا شوفوا كيفاش جاني القوام، جاني شوية خفيف، سي نورمال، هذا عادي عادي جدا لاني مازال ما نحط الفارينة تاعي. هنايا برك ما ذكرت لكمش بلي راح ندير 2 ملاعق تاع تشيشه. تشيشه تتباع عند العطار ولا في السوبرات، يعني موجوده في كامل الاسواق. تغسليها مليح 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 من الاتربه وتحطي الكميه اللي تساعدك. انا يلا كونتيتي اللي راح نستعملها هي 2 ملاعق كبار. هنايا نخلط مليح مليح باش ما تلصقليش في القاع. ونضيف هذيك الفرينة اللي تبلتها مليح بالتوابل والقزبر، يعني الريحة ما نحكي لكمش لا تقاوم صراحة. تجيب لينا بزاف بهذه الطريقة، جربيها وما راح تندمي عليها. هنا برك نقول لك حاجة، كي تحطي لا فارين ما تقلقيش وتطفي النار، لا لا، خليها على الاقل ربع ساعة طيب مليح مليح وتكتك. تماك من ندير فقاعات عارفه بلي الفرينه راهي طابت لك. وهنايا الطبق تاعنا راهو جاهز. شوفوا كيفاش جات الحريره، ما هي ثقيله ما راهي خفيفه، يعني قوام تاع العراس. صدقوني بنينه بزاف، تحفه 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 تحفه. جربوها ما راحش تندموا عليها. واللي سيتها تحاول تكتب لي في التعليقات كيف جاها الذوق. انا نستقبل كامل التعليقات، يعني ماذا بيا تقولوا لي كيف جاتكم. واللي ما راش مشترك معايا ماذا بيا يشترك معايا ويفعل الجرس
ويخلي لي تعليق مرة على مرة يكون شباب كيما كيفاه. نتمنى ان شاء الله الوصفة عجبتكم، ونتلاقوا بإذن الله في الوصفات والتدابير والروتينات الجاية ان شاء الله. تهلوا في روحكم، مع السلامة.